السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين الغاليين، مرحبا أهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم خبايا الهوجر. مرحبا بكم معايا ومرحبا بيا معكم كذلك بعد هذا الانقطاع. إن شاء الله تكون العودة أقوى بإذن الله. في هذا الفيديو إن شاء الله قبل ما نبدأ نبغي نشكر الجميع اللي اشتركوا عندي في القناة، والناس اللي تخلي لي لايكاتها وتعليقاتها الزوينة تشجعني باش نواصل في الشيء اللي راني نقدم فيه. وان شاء الله نتمنى يكونوا حتى تعليقاتكم بالامور اللي نبغوا نناقشوها بالحوايج اللي تهمنا باش نكونوا متنوعين ان شاء الله ونمسوا اكبر فئة باذن الله. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم وبارطاج للفيديو في المجموعات باش يلحق الناس وحدين تاني ممكن يكونوا مهتمين. هذا الفيديو ان شاء الله راح نشارك معكم فيه تحضيراتي للشهر الفضيل من صلصة الطماطم ولا طماطيش كما تعرفوا. كل عام انا نخدم كمية وتشد معايا ما شاء الله. هاد المرة هنا في طمراس كاين واحد خضار المهم يجيب طماطيش من عين صالح، هي الطماطيش تاع البلاد يعني طماطيش الجنة كما نقولوا. حلوة عسل والله، تقدري تغسليها يعني الحبة وتاكليها نورمال عادي ديسير. وصح فعلا هي ديسير ماهيش خضرة كيما نعرفوا لحنا. المهم يجيبها 15 كيلو يعني كاجو ب100,000. حنا تبان لنا رخيصة وعلى بها نتهافتوا ليها، ماناش كيما الولايات الأخرى اللي ممكن كيلو نتاع طماطم 5000 ولا 4000 ولا 3000، كل بلاصة وكيفاش. المهم أنا جاني كأنه صفقة لا باس بها، شريت كاجو كلمته لقيت رقم تاعو كلمته جاب لي كاجو طماطم فعلا أكثر من رائعة. واش ندير ليها كما متعودين وانا درناه شحال من خطرة في القناة. ربما يعني ان نغسلوا الطماطم هذيك نغسلوها مليح ونحو من هذوك الزوائد، ولا لقينا فيها حاجه فاسده، والحق هذه ولا حبه فيها فاسده ولا حبه كما راني نقول لكم. حاولت اني اللي الحبات اللي ملاح نخليهم باش ندير بهم السلطات وغيرها، يعني اللي قاسين يعني يزيدوا يصبروا، واللي بداو يعني طايبين زين نقطعهم ونديرهم يطيبوا ينفعوني في المملحات، ينفعوني تنطيب بهم ندير طواجين ولا حاجه نلقاهم واجدين يعني ما يدوش معايا وقتو، خاصه في الحريره والمراقي يعني كي تكون طماطم واجده هكا وطايبه افضل وافضل. واش ندير انا غسلتها هنايا كميه كبيره ما شاء الله، درتها تقطر في الكساكس هنا ونقطعها ودرنا على الكيكوطه هذه نتاعي راهي 10 عمر معايا والله ما بغيتش نتخلص منها. تنفعني لك هكا كميات كبيره نتاع طماطم ولا كميات كبيره نتاع الحوايج اللي نديروها، كان نحط نديروها عوله مثلا كونفيتير تاع تشينا ولا نتاع كرموس على حساب الحاجه اللي نستعملها فيها. تنفعني حقيقه هي نتاع كبيره شويه وفيها فايده. المهم هذيك الطماطم بعد ما نقطعها، بعد ما غسلتها مليح نقطعها الى يعني قطع، نقطعها على 4 ولا على 2 على حسب الحبه ونديرها فيه كي نعمرو ان شاء الله نديرها الطيب. هنا بغيت نوجه كلمه واحده لواحد الفئه من الناس اللي تشوف الناس مثلا بداو يديروا العوله ولا جاتهم هكا فكرة أنهم يديروا مصبرات ولا يديروا يخزنوا ولا يديروا بيت الخزين ولا يديروا المهم يوجدوا رمضان، يهبطوا عليهم الناس بالتعليقات رمضان للعبادة وانتم ماني تقول كاتلكم الشر وتبغوا توجدوا. خلوا الناس في حالها، والله كان نتعلموا خلوا الناس في حالهم، كان راه حالنا وحالهم أفضل وأفضل. علاه كاين حتى الميسوري الحال، كاين اللي ميسوري الحال ولا باس عليهم وقادرين يشروها في وقتها حتى وتكون 30,000 للكيلو ولا 40,000 للكيلو وباغي يشريها. كاين الناس اللي لا باس بها قادرة تشريها، لكن كي تلقاها هكا فرصة كيما هكا تبغي تحضرها. كاين الناس اللي تبغي تنقص على روحها الشقة تبغي تحضر حوايج تانيين وتحطهم، كل واحد والحاجة نتاعو. يعني خلوا الناس في حوالها ونلهاو في حوالنا، احنا نلهاو في حاجة اللي خاصة بنا ونخلينا من
تتبع الناس، هذا راه دار، هذا راه يتوجد. نشوفهم سبحان الله هذه الفكرة راهي انتشرت حتى للناس كي يعودوا رايحين للعمرة، يشوفوا واحد مثلا داي معاه المأكولات ولا وانت واش راح دير له، وكافيك لا ما زمزم واشرب ما زمزم وكل تمرات وخلاص وانت كليز واستغل الوقت في العبادات. هو اي انسان ماذا به ما يضيع حتى فرصة على روحه، لكن العبادات باش تقوم بها لازمك تكون في صحتك لاباس عليك. واشني الفايدة كي تمرض انت ولا طيح لك السكر ولا طيح لك لا طونسيون وزعما راني ماشي ندير العباده؟ ما ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. ناكل مليح، ندي معايا الريفيتايم اللي الناس اللي ماشى العمره ولا ماشى الحج، دي معاك ماكلتك من هنا. كل شيء غالي تم، وحتى اذا كان ماهوش غالي وقادر تشري ممكن طريقه الاكل تاعهم ولا طيابتهم ما تخرجش عليك. فلذلك اللي باغي يدي الله يعاون ويدي، حتى كبش الا بغى يكونجليه ويديه، واللي ماهوش باغي ما يفرضش على الناس الافكار نتاعو. يا سبحان الله، انا واحد المره قريت واحد المقال قال لك ما زمزم سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما يخرجش في ما يعني ما يخرجش له، ما يخرجش في البول حاشاكم، يعني يستفاد منه الجسم. وبالتالي احنا بالاضافه الى ما زمزم نحتاجوا انكم تشربوا الماء المعدني. ما يكفيكمش لا ما زمزم، ما يكفيكم لا ما زمزم، ليه تشرب ما زمزم ويرويك وكلش، لكن الجسم يحتاج الى غير ما زمزم، يحتاج وزيدوا سقسوا عليها وان شاء الله تستفادوا. المهم انا الفكره اللي بغيت نوصلها انه خلوا الناس في حالها، اللي باغي يوجد رمضان ولا اي مناسبات اخرى وجد. احنا كي حلينا عينينا لقينا امهاتنا يديروا هاد التدابير، لقيناهم يوفروا من مصروف نتاع دروك، يوفروا الوقت اللي ممكن تنقص فيه الحاجه ولا الوقت اللي ممكن تجهديها فيه، لقاو عندك على الاقل باش تسقد هذوك الايامات، ولا يجي الوقت نتاع الحاجه اللي ناقصه في السوق يكون عندك منها الريزيرف. المهم هنا هذا الجزء الثاني اللي راح نشوفوا فيه ان شاء الله المشتريات نتاع الشهريه. الشهر فيفري تاخر الراتب شويه، لكن الحمد لله على هذاك الادخار، لان ندخروا لان نحطوا، يعني ما حسيناش بالتاخر نتاع الشهر. وقت ما جات الشهريه نشروا ونكملوا امورنا وخلاص. كيما راكم تشوفوا هنا المشتريات، انا هذا الشهر بالعاني نقص منها شوي حوايج اللي راهم عندي وما نحتاجهمش للشهر الفاضل، ونفضل نشري حوايج اخرى ولا ندخر هذاك المال الى كي يجي يوصل هذاك الوقت نشريهم فرامج ولا الامور اللي ممكن نحتاجها. المهم المعجنات هنا ضروري واكيد، الاولاد يبغوا المعجنات، ويبغي ممكن تبغي مره على مره يكون عندك شانطي في الدار ولا حاجه. هذوك الخدامه اللي يجوك طيبي لهم حاجه يعني باش يفطروا ما تخليهم في الجوع وغيرها. شريت هنا عجائن البركه، النوعيه والجوده ما شاء الله. شريت ليتلي، شريت مقارون الكود هذيك الصغير والكبير، شريت سباغيتي، شريت فيرميسال، وزدت شريت سميد هذا هضرت لكم عليه المره اللي فاتت، سوسيمي 2 كيلو ب12,000. شريت زوج، شريت زوز يعني 4 كيلو. هذا الرفيع يعني الرفيع رقيق خلاص. شريت الديول، وحدة ديول قلت خلي ندير براكات. شريت فاميكو. والقهوة أنا تشوفوني كل مرة ننوع، أنا قلت لكم أنا القهوة أشربها لأجل سوادها يعني ألا جالك حل عينيها نستعملها، ماوش يعني أن نشربوا إحنا الشاي أكتر من كل شيء. عندي شريت هذه تشيزي الولاد، شريت هذه نتاع الخبز. سبحان الله المرة اللي فاتت شريت نوعية واحدة تانية صغيرة كيما هكا، بصح ما المفعول تاعها موش مليح، عاودت رجعت لهادي. شريت لافاني، شريت خميرة نتاع الكاطو، كاش ما نديرو كاطو ساك ولا صابلي العشية هكا الوليدات مرة على مرة. كينغ طون شريت وحدة مادام عندي الحارة سابقا، وعندي حتى كينغ طون، ومادام درت هاد المخزون تاع الطماطم اكيد راح تقعد تم يعني حتى كي نفتحها تطول باش تكمل. شريت وحده من هذاك تحضيرات الجبن. شريت الصول صغيره. شريت عدس الاحمر الرطل. وشريت كيلو العدس العادي.
البقوليات هذه والله لا غالية، راهي شريت 10,000 زيتون كحل و20,000 زيتون أخضر. مانيش موالفة نشري مع الخضر، بس حكيت قلت من قدام مشيت بلاطو بيض. البيض يعني يعتبر نقص شوية، راهو 2000 الحبة. شريت بلاطو إلا جا الأولاد ولا كاش ما ندير قاطو ولا حاجة ضروري. والله كي كانوا عندي دجاجات كنت متهنية. شريت وحدة قرعة لبن، احنا اللبن ضروري هو والتمر يكون في الدار. شريت زيت 5 رواتل ب65,000، وعندي نتاع الشهر الفايت مازال راهو كاين، وكاين اللي قبلو بصح معليش يفيد. شريت هاد نشاف باش هادو نستعملهم باش نقطعهم كيما تعرفوني، وندير نمسح بيهم البوطاجي ولا نمسح بيهم حوايج. شريت تيست هادي، شريت بابي سيرفيات سيدهم. هادي المرة بريحة الخزامة رائع، يعجبني ينحلي طاش ينقي يرغوي زين. سيدو مثله كذلك، رغم انه 13 الواحد بصح معليش. شريت بينجو مع هذا الغسيل اليدوي 1.5 كيلو ب45,000. وحدة لانجات، وشريت هاد لي قوبلي باش ندير فيهم طماطم، هاكا مشوني قبيله درت بكمية ومن بعدين استخصيت نعاود شريت حدا هاديك اللي نلمو بها فوتات الخبز. الله يغفر لينا الخبز ولا بارتو الخبز يا لطيف. المهم هذه مشترياتي البسيطة لهذا الشهر. نتمنى انه الفيديو هذا نال اعجابكم، ما تبخلوش علينا بلايكاتكم وتعليقاتكم وارائكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم سالمين الى ذلك الوقت، مع السلامة.